تم الإعلان عن بدء بيع التذاكر لمباراة الرجاء البيضاوي ضد اتحاد توارك المقررة في الملعب العربي الزولي. ستكون هذه المباراة ضمن الجولة 13 من البطولة الاحترافية. في تطور مثير، تراجع المدرب ريكاردو سابينو عن قرار إقالته، مما يشير إلى وجود صراعات داخلية تعيق استقرار الفريق الضروري. لذا، هناك حاجة ملحة للتعاون بين المكتب المسير والمنخرطين لإيجاد حلول سريعة للأزمات الحالية. فالتلكؤ في هذا التعاون قد يؤدي إلى تفاقم الوضع. تجري المفاوضات مع عدة مدربين، مما يسلط الضوء على ضرورة تغيير استراتيجي في الهيكل الفني للفريق. يجب أن يتركز الاهتمام على اختيار المدرب المناسب في المرحلة القادمة. تعاني الإدارة السابقة من مشاكل مع بعض المدربين، مما يوضح عدم استقرار الفريق. لذا، يتعين تقييم هذه التجارب السابقة لتفادي تكرار الأخطاء. كما أن الفريق يواجه مشاكل مالية وإدارية تعوق استقراره وتطوره. من المهم معالجة هذه القضايا بجدية لضمان مستقبل مشرق. يجمع المنخرطون حاليا للبحث عن رئيس جديد، مما قد يسهم في تحسين وضع الفريق. هذا التغيير قد يكون ضروريا لتجاوز الأزمات الحالية. إن وجود لجنة لتقصي الحقائق سيساعد في فهم أسباب المشاكل الحالية. لذا، فإن الشفافية في إدارة النادي تعتبر أمرا بالغ الأهمية. تتطلب المراقبة المالية والإدارية للأندية الصرامة لتفادي الفشل في الصفقات، وبالأخص في حالة فريق الرجاء البيضاوي. تعتبر إدارة عادل الأضعف في تاريخ الرجاء، حيث لم تحقق النتائج المرجوة ولم تنجح في جذب مستثمرين لدعم الفريق، مما أدى إلى تدهور مركزه في البطولة. تتزايد الدعوات من الجماهير لإنقاذ الفريق من خلال إعادة شخصية مثل جواد زيت، الذي لديه الرغبة في تحويل الرجاء إلى شركة كحل للأزمات المالية. يسري بوزوق، أحد لاعبي الفريق، يعاني من مشاكل في الالتزام، حيث أبدى عدم رغبة في اللعب ورفض ارتداء القميص، مما يستوجب على الإدارة اتخاذ إجراءات حاسمة. غياب اللاعب يوسف بلعمري أثر سلبا على أداء الدفاع، مما ساهم في تلقي الفريق لعدة أهداف. هذه الحالة تعكس الحاجة الملحة لتعزيز الفريق بلاعبين أكفاء. كذلك، يرفض العديد من اللاعبين في فريق الرجاء البيضاوي تجديد عقودهم نتيجة للمشاكل الإدارية الحالية، مما قد يؤدي إلى هجرة جماعية في الميركاتو الصيفي. يعتمد المدرب على لاعبين غير مؤهلين، مما يزيد من تعقيد مشاكل الفريق، ويبرز الضعف في استراتيجية الانتدابات. من الضروري التركيز على جلب لاعبين يضيفون قيمة حقيقية للفريق.